رئيس شعبة الدواجن طلع يقول لك ان اليومين الجايين في قفزة منتظرة في الاسعار غير المسبوقة اللي فاتت. وبيقول لك ان اليومين الجايين الطفرة هتكون كبيرة قوي قوي، لان المنتجين واجهوا خسائر كبيرة قوي في تصدير الفراخ او في بيع الفراخ. فبالتالي ده دفعهم للهجرة خارج المنظومة، ومبقوش في المنظومة بتاعت الفراخ. طب حضرتك احنا ملناش دعوه بالكلام ده كله، احنا كده كده الناس اللي ما قطعتش عن خلال طريق الطيبات بتاع الدكتور رضياء الله يرحمه، فالناس كده كده قطعت علشان غلو الاسعار اللي حضراتكم بتتكلموا فيها. حضرتك بتتكلم على ان في فجوه بين الناس اللي كانت التجار اللي او المنتجين اللي هيسيبوا البلد او اللي هيسيبوا التجاره ديت كده ومش هيمارسوها تاني عشان الفعاليات بتاعه التضخم اللي حصل بتاع الاسعار، والاسعار اللي كانت متفاوته بين تاجر وبين تاجر. حضرتك كنت كل ما تيجي تتكلم مع حد يقول لك الاعلاف ويقول لك سعر العلف وسعر ده وسعر دوت. طب انت بتتكلم معايا وتيجي بعد كده تدخل لي البنزين وتقول لي ما البنزين غالي؟ احنا مالنا ومال البنزين حضرتك؟ البنزين لو غالي فغالي على على الصفيحه 20 جنيه. هم كانوا بيجي يقول لك البنزين غالي والمستورد والسمسار اللي بينقل وده وده وده. احنا مالناش دعوه بالحاجات دي كلها. وعلى ما توصل للمواطن تكون خارجه من المزرعه ب 40 50 جنيه، توصل للمواطن تبقى ب 120 ب 140 جنيه، يعني تاخد ضعفها مرتين ثلاثه. فحضرتك طالع بتقول ان اليومين الجاي بقى فيه فجوه منتظره في ذروه الصيف، هتبقى فيه فجوه كبيره قوي في الاسعار وتفاوت. فحضرتك كده كده الشعب بطل ياكل فراخ، وخليها عندكم.